كلبه ما تعامل مع المباراتين بالشكل الصحيح، المباراه الاولى وحتى المباراه الثانيه، وعارف مثل ما تفضل كابتن عصام وقال ان المباراه الثانيه عارف ان نقص فريق العين كلبه، ان فريق العين بيكون منتقص بعدد كبير من اللاعبين، ولكن انا اعتقد فوجئ كلبه ببعض اللاعبين اللي هو المدرب ما عنده معرفه بهم، طريقة لعبهم، اسلوب لعبهم، حتى الحافز اللي كان عندهم يعني كان مختلف جدا بالنسبة لمثل هذه المباريات. مباراة كانت مهمة بالنسبة لفريق العين، وأيضا قابل فريق كلبة أيضا المنتقص يمكن بعض اللاعبين في وسط الملعب مثل ما تفضلوا الكباتن، ولكن يعيب على فريق كلبة أن لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد. المدير الفني لم يستغل بعض النواقص ويعني قلة خبرة اللاعبين في فريق العين، ويبدأ هو كمهاجم ويكون هو المبادر بالنسبة للهجوم على حساب الدفاع، ولكن فضل أن أيضا يستمر بالطريقة والأسلوب اللي تعود يلعب باقي المباريات أو ضد الفرق اللي يمكن تكون مكتملة. نعم. كل هذه العوامل ما أعطت الفريق كلبة أنه ممكن يتقدم، ممكن يوصل الفريق العين ويهدد فريق العين ويحرز الأهداف، ولكن هذه الأمور كلها أنا أعتقد أنها تلخصت في أن المدير الفني لم يحسن قراءة أيضا اللاعبين الصغار اللي مثلوا العين في مباراة اليوم.